السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم باش نعمل لكم وصفة خبز الطابونة أو الكسرة كما نسميها احنا في البلاصة متاعنا في ولاية المهدية، نسميها الكسرة. بجميع مراحلها، طريقة عجنانها وكيفاش شنو المقادير نستعملوهم وكيفاش نحن طريقتنا في حميان الطابونة زادة، ونوريكم زادة الطابونة متاعنا كيف معناها كيفاش تكون. وان شاء الله تكملوا الفيديو للاخر ونبداو بالمكونات. المكونات اللي هنا عندي سميد ارطب كما تشوفوا، سميد ارطب، هذا سميد ارطب. اذا كان ما توفرش عندكم السميد الارطب كي هكا تنجموا تستعملوه خشين شويه وتحطوا معاه مثلا كيلتين سميد عليهم كيلة فرينه باش تجيكم الخبز بتاعكم يجيكم طري. هذه بالنسبه لنا نحن هنا طريقتنا كيفاش نعملوا. باش نحتاج الكميه هذه كيلو سميد، اما نحن في غالبا نعملوا كميه كبيره، 3 كيلو سميد 4 كيلو سميد باش نعملوا كميه كبيره. اليوم باش نوريكم الكميه هذه الصغيره باش ما نطولش لكم الفيديو. وعندي لهنا اشتركه الزيت كما تشوفوا باش نصب الزيت. طريقه تحضير خبز الطابونه يختلف من منطقه لمنطقه، فما ناس ما يحطوش فيه الزيت، نحن نحطوا فيه الزيت. عندي لهنايا البسباس، نعرفش تسموه ينسون، عندنا في تونس تسموه بسباس، البرة ما نعرفش ينسون ولا نعرفش يسموه، حتى زاده. عندي الجلجلان، وعندي السينوج او الحبه السوداء او حبه البركه. هذه المكونات. بالطبيعه عندنا الملح، نحط الملح، بالنسبه لي أنا هذه طريقه تعلمتها من امي، هذه طريقتنا في عمل الخبز. المنسمات هذه كل نجم نحطها يا اما في وسط الكسره والا نحطها على وجه الخبز كيف تحبوا انتم. نحن لهنايا في الساحل كي يبدا الطقس باهي وما ثماش مطر نعملوا خبز الطابونه ديما، اغلب الوقت نعملوا خبز الطابونه ماكسيموم نعملوه 2 3 مرات في الاسبوع خاطر يصبر معانا. تنجموا الطريقه هذه اللي ما عندوش طابونه، نصيحه اخرى، اللي ما عندوش طابونه ينجم يستعمل الطريقه هذه وياخذ طاجين الكسره او طاجين التيفال اذا كان عنده ويعملهم في الطاجين، تجيه لذيذه برشا. توا باش ناخذ الخميره، باش ناخذ مغرفه تاع قهوه ونزيد شويه اخرى خاطر بتاع كما تعرفوا الطقس بارد، يلزمنا خميره بزيت خاطر كي يبدا الدنيا صيف في ساعه ما تخمر لنا الكسره كي يبدا الطقس بارد يلزمها. لهنا عندي ماء دافي، نستعملوا الماء الدافي، نصب عليها الماء الدافي. اذا كان كميه بسم الله نلمدها الكل ونرجع لكم. توا هنا كما تشوفوا عندي تقريبا 10 دقائق نعجن في العجينه. كيفاش نعجنوا العجينه متاعنا؟ اذا كان بيدينا ديما كف اليد ننزلوا، ديما بكف اليد هكا وننزلوا باش تعجن لنا وتولي رطبه كي هكا. كي نحط صبعي هكا ترجع معايا العجينه شويه، تحسها انها العجينه ولت حاضره. تو نحطها نرجعها للبول متاعها، نرجعها للصينيه متاعها ولا كيما تحبوا انتم تسموها، ونحطها لهنايا. نحط لها حتى شيء من تنها حتى شيء صينيه خاطر ما تشدليش. نغطاها، يلزمها تتغطى بالباهي، معناها نحنا نقولوا ندفاها. نشوفوا حاجه معناها منديله كي هكا كبيره، ونشوفوا حاجه صوف ولا اي حاجه نغطها بالباهي ونخليها على حاجه تحتها، ما نخليهاش منها الرخام، ونخليها على حاجه تحتها باش تدفى. الدنيا بارده باش تدفى تخمر لي. نغطاها
ومن بعد نرجع كي تخمر نعاودها معاكم وباش نشعلوا طابونه زاده ونرجع لكم بعد. كما تشوفوا لهنا كاين الكسره نتاعي غطيتها بوحدها كي هكا، معناها بس تدفى بالباهي وتخمر لي. نحي على هالغطاء، في نفس الوقت تكون محضره بلاطو في جنبي نفرش فيه زرفيتها كي هكا. نوريكم الكسره كيفاش تضاعف حجمها، تفرجوا كيفاش تضاعف حجمها وخمرت. توا شنو باش نعملها؟ توا باش نحاها، يكون كما قلت لكم الرخامه نظيفه، نحاها من الصينيه. اسمعوا كيف تضربوا عليها، تحسها تعجبكم، تحسها خمرت. باش الكسره كي هكا عينك ميزانك. نبداو نهزو هكا، نلمدو من الجناب ونبرمو ونعجنو. نهزو من الجناب كي هكا وندخلو، نزيدو ندورو، نلمدو هكا، نديرو نلمدو هكا ونبرمو كما تشوفوا هكا. من بعد اش نعملو؟ نشدو الطرف هذيا ونبداو نبرمو فيها هكا. حنا نقولو نحسناها، نبدا نبرمو هكا. شفتوا ولا كيفاش تخبل هنا هكا مع الشفاه؟ هذه الوجه نتاعها. نحضروا سرفيته ما فيها حتى شيء، خاطر هي ديجا عجناها بالزيت. ونحطوا الخبز نتاعنا نحطوه لهنا على السرفيته. نوريكم مره اخرى. الكبر انتم تحبوا عليه، حنا خبزاتنا صغيرات مش كبار برشا، اما كنت تشوفوا خبزه امي وحماتي ما شاء الله تبارك الله خبزتهم كبيره برشا. نوريكم كيفاش نلمد. شفتوا كيف نلمدها بالباهي باش نفجنها بالكدا هكا، نلمد وندور. ومن بعد نحط ايدي نبدا ندور هكا كيف تشوفوا هكا، كما تشوفوا نحطها. نعمل خبزه اخرى. ساعات نعملوا خبزات صغيرات للصغار يفرحوا بهم برشا. عملت لي خبز دي وحدي. لهنا كما تشوفوا شعلنا هذه الطابونه بتاعنا تشعل كما تراو فيها. باش نحميها نحنا الطابونه، نحميها بالعواد نتاع الزيتون. كما تعرفوا نحنا منطقه ساحليه، عندنا اشجار الزيتون لهنايا. بعد ما نجمعوا الزيتون وكل كي نزبروه، بعد ما نزبروه كل الاعواد هذوما تشوفوا فيه، هذا من اعواد الزيتون الكل نحمو بهم الطابونه نتاعنا، نستعملوهم في حميل الطابونه باش نعملوا الخبز نتاعنا. كما تشوفوا لهنايا هذوما اعواد الزيتون. نرجعوا لطابونتنا. توا نحطوا فيه في الحطب. اختي شعلت الطابونه، نحطوا فيها في الحطب باش الدخلاني هذاك نتاع الطابونه يحمر بالباهي، باش كي نلصقوا فيها الكسره تشدلنا وما تطيحلناش. كي تبدا الطابونه ماهيش حاميه بالباهي، الكسره الكل ما تشدلنا في الطابونه، وما كي تجو باش تنحاها الكل تمشي لكم. توا كما تشوفوا لهنايا كملنا حميانها من داخل. كي نقرب لكم الكاميرا تحسها حمرت برشا، حمرت بالقدا. يلزمها في الاثناء نلمدوا العافيه الكل. كما تشوفوا لهنايا قاعده نلمد في العافيه بعود كبير، عصا كبيره نلمدوا بها العافيه، نلمدها على جناب كلها، ما نخلوهاش معناها مفرشه معناها كلها. كما تشوفوا الطابونه نتاعنا مصنوعه من السيمان من برا الكل حيتها سيمان باش ما تتبللناش في الامطار والكل. هذاك السيمان بانين به الطابونه. ومن داخل عاملينها مصنوعه من الطين. الحرف هذاك الداخلي الكل مصنوع من الطين. طين يصنعون سي كبار يعرفوا كيفاش يصنعوا به التوابين. كما تشوفوا لهنايا نلمدوا في العافيه، نلمدها كلها من الجناب ما نخلوهاش. هذيك الطابونه. توا باش ناخذوا حاجه مصلحه ولا وراق نتاع غصره نتاع زيتون ولا اللي موجود عندنا، ناخذوه باش نلمدوا بيه الاوراق اللي طايحين الكل على فم الطابونه الكل.
يلزم يتنظف، ما يقعدش كما تشوفوا قاعده ننظف فيه توا، كله يلزم يتنظف، هذاك ما يقعدش هكاكا. هذيك تنظف ننظف فيها كما تشوفوا هكا تنظف كلها. في الأثناء أختي جابت الماء وسكينة إذا كان الكسرة بس نحها بالسكينة. هذه الكسرة كما تشوفوها، هذه كسرة أختي مغطينها بالباهي باش تدفى كما تشوفوا الكل باش تخمرلنا. أو هاي هذه الكسرة كما تشوفوا نرجع نغطاها. لهنا نحطوا في حجرات نتاع سيمان ولا أي حاجة يكون عندكم، نحطوهم من الجناب باش نزيدو نقصوا شويه العافيه خاطر تحرق برشا كما تشوفوا نار، ونزيدو نبخوها بشويه ماء باش تصفى شويه العافيه وتبرد شويه طابونه. وفي الاثناء اختي تسكر في هذيك عندها فجوه ما هذيك عاملينها احنا نسميها غره، عاملينها باش تخرج منها الدخان، تو نسكرها باش النار الكل والسخانه الكل تفتح بس الداخل في الطابونه ما تبردش الطابونه تقعد ديما سخونه. نزيد نقول لكم حاجه اخرى، الطابونه ثم اللي يعمل فيها حتى يشوي فيها الحوت، ثم اللي يشوي فيها الهريسه. تو اختي تاخذ في الكسره، تاخذ بالخبزه كما تشوفوا تاخذ بالخبزه، سامحوني، تاخذ بالخبزه باللي داها بشويه ماء خاطر كما تعرفوا الطابونه سخونه 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 سامحوني، باللي داها بالماء وتلصق الخبزه كما تشوفوا هكاك. كل مرة تبلدها بالماء وتنقص شويه من سخانه الطابونه خاطر كل هذيك الكل جمر هذاك. نلصقوا بالخبزه، هذيك الخبزه الثانيه باش نلصقها، خبزه ثانيه ديما معاها حاجه سكينه ولا فرشيطه ولا تاخذ حتى عود من السريع عادي توصلوا وديما تنقب به الكسره هكا كما تشوفوا. توا الكل الخبزات الكل لصقناهم كما تشوفوها هذيك كل لصقنا الكل. الطابونه هذه كبيره برشا تنجم تو كما تشوفوا هذيك احنا نقولوا تشهد الكسره، تاخذ السرفيت تبلها بشويه ماء وتمسح وجه الكسره الطابونه، ومن بعد تالي نغطاها بحاجه حديد كما شفتوا غطيناها بحاجه حديد باش ترجع السخانه على الكسره كما تشوفوا لهنايا. بدات تطيب الكسره هذيك خبزه تحت وهي وقفناها غاديك على الحجره كما تشوفوا لهنايا. هذيك طابونه الكسره الكل، الطابونه هذه تهز تقريبا 12 خبزه كسره. نحينا الخبزات الطابو الكل نحيناهم، خلينا الخبزات اللي مازالوا شويه. وديما نحي اختي في الكسره ديما حاجه في يدكم سرفيته خاطر تبدا الكسره سخونه برشا والطابونه سخونه برشا. هذيك مازالت. طب باش نحي الخبزه الاخرى طيبه باش نحاها نحت الكسره الكل، نزلت خبزه بركه. هذه كسرتنا بعد ما نحيناها الكل، هذه كما تشوفوا فيها كسرتنا. ان شاء الله يعجبكم فيديونا اليوم الخبز الطابونه.